ايوه، زي ما انت قريت على الكفر بره كده، حكم على ابنه بالاعدام فعلا. وهو اصلا اللي بنتكلم عنه ده اخوه اللي اتعدم، وابوه هو القاضي، وابوه برضه ممثل. قصه النهارده يعني عن اتنين ممثلين اللي هنحكيها. وبنشكر جدا هدى انها طلبت مننا السيره الذاتيه لاسكندر منسي. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. قصه اسكندر فهمي او اسكندر منسي، وطلب مننا نعمل القصه بتاعته او السيره الذاتيه بتاعته. لكن اسكندر منسي في والده ليه قصه، يعني هنبدا بيها الاول. وبشكرها طبعا على اختيار يعني سيره ذاتيه الفنان، هو وابوه كمان كان فنان. كنت مستني الوقت اللي هنفذ فيه الحلقه دي. والقصه بتبدا من منسي فهمي، اللي هو من اسره متوسطه اصلا وكان قاضي. ولد امتى بقى؟ 7 ابريل 1890 في قريه اسمها العدايات باسيوط. المهم اسمه الحقيقي طبعا منسي ابي سخرون. هو طبعا مسيحي، ينتمي للديانه طبعا المسيحيه، ينتمي لاسره بقى ميسوره الحال. تعلم في ارقى المدارس، يعني اعلى من المتوسطه بشويه، بس مش يعني غنيه جدا يعني. حصل بقى على ليسانس الحقوق، وكان من النوابغ على دفعته، لدرجه ان هو بعد كده بقى قاضي في المحاكم المختلطه. المحاكم المختلطه دي اللي كانت ايه يعني؟ زمان ايام الاحتلال. مين بقى الممثل الجميل ده؟ هو والد اسكندر منسي. طيب، الاستاذ منسي فهمي بقى القاضي الجديد ده قبل ما يمثل كان فين؟ حصل ان هو يعني اتجوز ست من خارج الوسط الفني. طبعا كان لسه ما دخلش المجال الفني اصلا وقتها، كان قاضي بس. خلف منها ولدين، اللي هنتكلم عنه في حلقة النهارده اللي هو اسكندر منسي. وابنه التاني اللي هو فهمي بقى ممثل شهير جدا ومعروف، وهو برضه خارج حقوق اسكندر منسي. المهم فهمي بقى كان بايظ ابنه، يعني كده ايه، اخلاقه مش كويسه. وكان ليه علاقه آثمه، يعني حسب طريقه زمان، يعني ليه علاقه للاسف يعني آه خارج اطار الزواج مع سيده متزوجه كانت جارتهم بقى. وكان ايه، جوزها بيسافر اغلب الايام وبيرجع الخميس والجمعه بس. فالست دي عرضت على فهمي ان هو ايه، يقتل جوزها عشان بقى يخلى لهم الجو يعني. لكن فهمي كان بايظ وكان ليه علاقات وكده، لكن مش لدرجه القتل، فرفض. الست دي كان واضح انها شريره وحربايه جدا. فعملت ايه؟ صاحبه الميكانيكي اللي هو في نفس المنطقه بتاعتهم، وبرضه عملت علاقه معاه وطلبت منه ان هو يقتل جوزها. ورسموا خطه ونفذوها هما الاتنين، وهيلبسوها لفهمي في الاخر. اتفقوا على الخطه ازاي بقى؟ ان فهمي يجي لها، يعني انا هتصل بفهمي واخليه يجيني وابلغه ان جوزي بقى ايه، سافر والكلام ده. ونروح مشرباه خمره كتير جدا يسكر. اول ما يسكر انت بقى بتقول للميكانيكي طبعا اتصل بجوزي قول له مراتك بتخونك خليه يجي وانا هسيب الباب مفتوح. المهم بينفذوا الخطه فعلا، بتشرب فهمي خمره كتير جدا جدا. وبعدين المهم الزوج بيجي حسب مكالمه الميكانيكي، بيقول له الحق مراتك بتخونك وبتاع. فالزوج بيجي بيدخل بيشتبك مع فهم. هي طبعا مرتبه نفسها انها تستخبى على طول في مكان، فهوب استخبت وفهمي دخل اشتبك معاه. طبعا فهمي كان سكران جدا، فالراجل طبعا قتل فهمي وكان لسه هيروح يقتل التانية. فالميكانيكي خبط الاتنين على دماغهم، شغل كده افلام يعني. خبط فهمي على دماغه، ده على دماغه، الاتنين اغمى عليهم. وبعدين البوليس جه. ايه اللي حصل؟ البوليس قال لك خلاص ده فلانه الفلانيه جوزها قتلها وكده. ايه البوليس جه؟ إيه اللي حصل؟ ده خيانه زوجيه وحصل كذا كذا. طبعا البوليس مش هيقبض عليها، لان قضيه الزنا والكلام ده لازم الزوج هو اللي يرفعها، والزوج اتقتل. فاتمسك فهمي. طبعا ما حدش صدقه ان هو ما قتلش ولا عمل اي حاجه. هو نفسه مش فاكر اي حاجه، لانه كان بيشرب خمور لدرجه السكر الجامد جدا، ما بيفوقش. هو ايه اللي حاصل حواليه مش عارف يعني. المهم ابوه طبعا كان فهمي منسي القاضي. يقال ان هو اصر ان ابنه بيتحاكم عنده يبقى هو القاضي في القضيه دي. ولما صمم يبقى هو القاضي في الموضوع ده اداله حكم بالاعدام، رغم ان كان في ادله كتير قوي تقول ان هو ما قتلش. بس هو كان مخنوق جدا من ابنه بسبب سوء سلوكه، واصر انه يحضر تنفيذ حكم الاعدام بنفسه. الراجل ده يعني اولا هو ده مش عدل، يعني ابنه يعني زنا مثلا. ولو ابنه ما كانش متزوج فما يعني عقوبته حتى ما تبقاش الموت. لكن انك انت تشيله قضيه، يعني ده ظلم برضه. يعني هو زنا ليه عقاب عند ربنا وليه عقاب في الدنيا اكيد.
لكن ما هوش عقاب القتل، الاعدام. يعني هو لو مش متزوج مش هيتعدم، يعني مش زوج محصن يعني ده مثلا، يعني انت لو هتحاكمه شرعيا يعني. فلا، ولو طلعت لك الادله انه ما زناش، انه هو ما قتلش، فازاي تحكم عليه بالاعدام؟ انا صراحه مش معاه قوي، خاصه وكمان تحضر حكم الاعدام بنفسك، وهو دفنه بنفسه برضه بعد كده واستقال وظل مكتئب لمده 6 سنوات، اكيد عشان تصرف غشيم جدا بصراحه. صحيح الواد ده فاسد بس ما قتلش. صحيح ان انت ممكن تتبرأ منه مثلا، وبعدين بعد كده على فكره قضائيا بقى او قانونا فيما بعد بقى الكلام ده لا يجوز اصلا. ما ينفعش القاضي يحكم على حد من الدرجه الرابعه. ما هو انت مثلا حكمت هو مش بالعدل برضه، بدافع ان انت ابوه. لو كان متهم تاني كنت ممكن تديله براءه من القتل. فبرضه فكره ايه، سواء كده او كده، او ممكن تبرئه وهو قاتل. ففكره درجه القرابه بقت تختلف، بس يمكن عشان ده زمن بعيد شويه يعني. فالقضاه ما ينفعش يحكموا على حد من قرايبهم اساسا، او يباشروا موضوع او تحقيق في قضيه فيها حد من قرايب من الدرجه الرابعه. ساعتها القاضي بيستشعر الحرج وخلاص بيسيب الجلسه يعني، بيسيب القضيه لحد تاني. المهم، القصه دي نزلت في الجرايد وقتها والناس كلها عرفتها، فعرف بيها نجيب الريحاني. فذهب للراجل ده وطلب منه انه يشتغل معاه في الفن، فاشترك معاه وعملوا 50 عمل بقى متنوع ما بين سينما ومسرح. ورحل منسي فهمي سنة 1955، كان عنده وقتها 65 سنة. 5 مايو 55 تحديدا اتوفى. اتكلمنا عن منسي فهمي واتكلمنا عن فهمي منسي فهمي اللي هو ابنه البايظ، وما اتكلمناش لسه عن اسكندر منسي. اسكندر منسي اتولد 12 اكتوبر 1910، وقلنا ابوه مواليد 1890، يعني كان ابوه عنده 20 سنه وقت ما خلف اسكندر منسي. زي ما قلنا نجح جدا في كليه حقوق، وكان برضه من الشطار جدا في الكليه، ولكنه ابتدى حياته بمسرح الفنان الراحل نجيب الريحاني برضه اللي اشتغل فيه والده. يعني هو كان تقريبا كده قبل والده في مسرح نجيب الريحاني. وبعدين اتجه للسينما، فعمل بقى ادوار تانية، كان اشهرها طبعا دور في ام العروسه. هو كان دايما الصديق اللي يعني الناس كلها بتحبه، كان دايما صديق البطل الكبير، وكان دايما ممكن يطلع راجل كبير، يعني يطلع اسمه عم صديق، عم مش عارف مين، الحاجات دي. المهم، اشتغل في افلام كتيره جدا ومسرحيات كتيره ولعب ادوار تانية. اول اعماله خالص كان فيلم سي عمر، تصدر بعدها قائمة الممثلين المشهورين وفي أعمال كتيرة جدا وعدد ضخمة من الأعمال. وصل 90 فيلم تقريبا، الأغلب الأعمال اشتغل أكتر من والده و40 عمل سينمائي. اشتغل فيلم رد قلبي، 30 يوم في السجن، سيدة القصر، السفيرة عزيزة، أنا وهي، وفيلم المليونير، أم العروسة طبعا زي ما قلنا. آخر فيلم ليه خالص كان الوحش جوه إنسان، وفي نفس السنة كان إعدام طالب ثانوي سنة 1980. قعد 9 سنين في البيت ما مثلش خالص، وطبعا دخل في يعني اكتئاب كبير جدا بعد ما كان اشتغل في افلام كتير قوي زي الوديعه واخر شقاوه وحب ومرح وشباب وقصه ممنوعه وصراع الابطال، مذكرات تلميذه، السفيره عزيزه، الازواج والصيف. اشتغل حاجات كتيره جدا. بعد ال9 سنين اللي قعدهم مكتئب في البيت اتوفى وهو عنده 79 سنه، تحديدا يوم 14 نوفمبر 1989. كانت دي حلقة النهاردة، ويعني حلقة عن 2 ممثلين كمان، الولد وأبوه كمان، ودول يعتبروا من الفنانين المنسيين اللي بنشكر جدا هدى إنها طلبت مننا السيرة الذاتية لاسكندر منسي. ودي كانت حلقتنا النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وتعمل لنا شير. وطبعا تنزل شوف في وصف الفيديو هتلاقي قائمة فيها كل السير الذاتية للفنانين المنسيين. ولو عايز تشترك في صفحة الفيسبوك والقناة التانية قناة الترند عليا.